السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على حل مشكلة غريبة في الريسيفر، وهي إن قنوات اتش أو القنوات الأفقية ما بتشتغلش أو ما بتجيبش إشارة. يعني هوضحها لحضراتكم. احنا دلوقتي على النايل سات. لو جبت قناة المجد للقرآن بلاقي حضراتكم ان الاشارة واصلة معايا 92%. يعني معنى كده ان الطبق مظبوط جدا واشارته ممتازة وان القطعة شغالة كويس. لو جيت لقناة السعودية قرآن على نفس القمر اللي هي استقطابها افقي، بلاقي ان الاشارة صفر رغم ان فيه اشارة للسلك. لو بصينا تاني على المجد هنلاقوها انها رأسي، انما القنوات الاتش زي السعودية قرآن هنا مفيش اشارة نهائي. طب حد هيقول لي ظبط الطبق، طب ظبط الطبق ازاي اذا كانت دي 92%؟ دلوقتي هنعرف حل المشكلة دي بالتفصيل. هنبدأ الاول باول حل سهل للمشكلة دي. هنا بخرج من القائمة دي بلاقي هنا الاشارة ضعيفة، بضغط من زرار المنيو اللي هو في جهاز الريموت كنترول، وبعدين بخش على قائمة التركيب، وبعدين بضغط اوكي. بدخل كلمة السر هنا اللي هي 4 اصفار. بعد كده بخش قائمة اعدادات الهوائي وبضغط اوكي، وبختار القمر الصناعي نايل سات وبعدين بضغط عليه اوكي. تمام. بخش على سهم يمين. طيب بعمل ايه هنا؟ اهم حاجة عندي بنزل على الاختيار ده اللي هو تغذية LNB. تمام. بلاقي هنا ان بالخطأ التغذية هنا 13 فولت. طيب شوفوا بقى هعمل ايه. لو خدت سهم يمين 18 فولت بلاقي ان التردد جاب اشارة واشتغل معايا، ولكن لو رحت للقنوات الرأسي هلاقيها فصلت. هنا الحل الصح والقيمة الصح لتغذية LNB انها تكون 18 فولت. هلاقي هنا ان الاشارة اشتغلت كويس جدا، وهلاقي ان القنوات الرأسي والقنوات الافقي اشتغلت. نطلع دلوقتي ونشوف الوضع ايه. هنا رجعت خلاص، قناة السعودية قرآن اشتغلت تمام والإشارة 92%، وقناة المجد اشتغلت الإشارة 92%، وبكده تبقى اتحلت المشكلة. طب هنفترض ان المشكلة لا زالت موجودة. هنا بقى ببدأ أشك يا إما في تيونر الريسيفر وبيحتاج صيانة، والحل ده أعرفه إزاي؟ إن أنا أجيب ريسيفر تاني. لو لقيت ان الريسيفر التاني مش شغال نفس القصة، يبقى اذا المشكلة هتكون في القطعة فوق ان القطبية الافقي مش شغالة، وبكده انتهت مشكلة ان القنوات الافقي مش شغالة. اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، وياريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس. شكرا جدا لمتابعة حضراتكم.